يا صلاح على المنتخب، واقسم بالله ولا اداء نافع ولا ركلات ترجيح نافع ولا اي شيء نافع. نخلي لك المرمى فاضيه طيب عشان تعرف تسجل يا راجل. ده انت اي حد مكانك يا راجل ابوك يا راجل، يا راجل ده انت اي حد مكانك احسن منك مليون مره. والناس اللي بتلحس لصلاح دي ما اشوفهاش بعد اذنكم. مضيع عليا اهو المركز الثالث، ومضيع عليا كذا بطوله بسبب استهتاره وبسبب ان هو بيلعب بالشوكه والسكينه معايا. قلنا اداء في ماتش السنغال كلهم بيدافعوا وخلاص هنعديها في ظل ان مرموش كان مموت نفسه. الماتش ده فين صلاح؟ صلاح هو اللي موصلني لركلات ترجيح، وصلاح هو اللي مضيع عليا ركلات. ده انت مصطفى فتحي برقبتك مع المنتخب، انت عامل ارقام فرديه دي حاجه تحسب لك انت مع نفسك وانت بتدور على مصلحتك. اي حد يلبس شيرت المنتخب لازم يبقى احسن خبر. واقسم بالله اللي انت ده اخر ماتش ليك في افريقيا، وانك اعتزلت دوليا ومش هنشوفك تاني. معلش يا جدعان، بس سؤال والله العظيم بجد محرج لسه مفكر فيه. هو احنا ازاي كنا عايزين نخش ضربات جزاء مع السنغال؟ يعني ازاي كنا عمالين فاهم بندافع وبتاع وماسكين الماتش واللي هو عايزين نخش اكسترا تايم 30 دقيقه ونلعب ضربات جزاء مع السنغال؟ يعني بأمارة ايه؟ بأمارة ان احنا فشاخ قوي في ضربات الجزاء؟ بأمارة ان احنا جامدين قوي في ضربات الجزاء؟ يا عم ده ضربات الجزاء مش فالحين فيها، ضربات الجزاء مش عارفين حتى فاهم. يعني المحترفين بتوعنا التوب في ضربات الجزاء مش بيجيبوا ضربات الجزاء. صباح الفل. والله العظيم يا جدعان قالها وهيقولها وهيفضل يقولها، احنا ما عندناش، والله العظيم احنا ما عندناش، احنا ما فيش فاهم. يعني احنا مش مصروف علينا، احنا مش ذاكرين صح. كل الفرق كل المنتخبات مذاكرين عارفين عندهم خطه. احنا يلا على الله، زي ما تيجي امشي كمل عادي خش شوف اي حاجه. قال لك ضربات جزاء. ضربات جزاء يا عم؟ ده احنا مش فالحين في ضربات الجزاء. ضربات الجزاء دي عقدتنا اصلا. ضربات الجزاء ده اي حد عايز يكسبنا يلعبنا ضربات جزاء. صباح الفل يا عم والله العظيم. الله. خسرنا من نيجيريا ضربات جزاء علشان اللعيبه المحترفه بتوعنا اللي بيلعبوا مع العرر الجرابيع اللعيبه المحليه ضيعوا لنا ضربتين جزاء. مرموش ضيع ضربه جزاء، ومحمد صلاح المو طبعا منتالي حاسس ان مصر مش عارفه ايه، وحاسس ان احنا لعيبتنا مش قادره انها تنافس على البطوله علشان يعني اديك شايف يعني عندهم لعيبه محترفه ولاعيبه بيلعبوا في دوريات محترفه، انما احنا معظم لعيبتنا في مصر مش قصدي اقلل منهم، بس يعني اللعيبه بتوعنا بيلعبوا في مصر وكده. ف اي كلام واي بتنجان وسلطه. لا شفتك النهارده ولا شفتك المره اللي فاتت ولا شفتك في اللي قبله. سلطه يا باشا. وطبعا بقى ايه المطبلاتيه بتوع صلاح هيحضروا دلوقتي يقول لك هيعمل ايه يعني؟ ما كل اللعيبه بتضيع ضربات جزاء. ماشي يا عم، حاضر يا عم، كل حاجه لها مبرر مع صلاح يا عم. الف شكر يا صلاح. عشوائيه حسام حسن اللي هو ملوش علاقه بالفنيات الكرويه خالص نهائي يعني. تاني حاجه همجيه محمد صلاح. تالت حاجه عارف انت اللي هو يعني مرموش ده انا مش فاهم والله العظيم يا مرموش. وانت دلوقتي اصلا لسه بتبتدي مشوارك في الاحتراف وفي انديه كبيره ومش عارف، هو انت بتقتله بايدك يا ابني؟ يعني انا عايز اقول لك على حاجه عن النهارده مرموش ومحمد صلاح. المفروض ان هم اللي يشدوا الفرقه، اللي هم المحترفين اصلا المفروض بقى عندهم خبره بيلعبوا في الملاعب الاوروبيه، هم اللي بيضيعوا، هم اللي بيربوا. تخيل هم اللي اتحطوا تحت ضغط وضيعوا، واللعيبه المحليه هي اللي بتجيب الاجوان، هي اللي بتجيب ضربات الجزاء. فانا بالنسبه لي همجيه او عشوائيه اسمه ايه ده حسام حسن، عشوائيه محمد صلاح، همجيه عمر مرموش، هي دي اللي خسرتنا الماتش النهارده. وعايز اقول لك على حاجه بقى، سيبك بقى من الماتش. انا عايز اقول لك ان جمهور المغرب ده يا جدع كميه حقد وغل رهيبه. انتوا اقسم بالله ما تتشجعوا ولا تتعاشروا ولا تتقدروا ولا اي حاجه. ان انتوا اصلا تصفروا على السلام الوطني دي قله احترام وتقدير. انتوا جماهير مش محترمه، لان السلام الوطني ده مقدس. لانك انت يوم ما تمس بلدي هتبقى انسان مهزأ وما عندكش كرامه اصلا، انت فاهمني؟ فديت همجيه، ديت عشوائيه، ديت غل وحقد من جمهور المغرب. ولكن في الاول وفي الاخر انا اللي خسرت نفسي بايدي بسبب حسام حسن ومحمد صلاح ومرموش. الثلاثه دول النهارده هم اللي خسرونا. مصر مصر طبعا لسه بقى مصر. ما لو كانت اسرائيل يا محمد صلاح انت كنت عملت فينا ايه يعني يا عم سيبك من البلين الضايع يا جدعان. مستوى محمد صلاح وحش، مستوى محمد صلاح مع المنتخب وحش. الناس ليه مش عايزه تقتنع ان محمد صلاح في الملعب وحش بعيدا عن ضربه الجزاء الضايعه؟ يا جدعان صلاح النهارده هو بيحاول يعمل ايه؟ هو بيحاول يزود نفسه ميسي مع الارجنتين، بيحاول اللي هو ياخد الكوره وينزل لتحت ويجري اللعيبه. ما هو انت ما بتعرفش تعملها. خليك صريح مع نفسك يا محمد يا صلاح، انت ما بتعرفش تعملها. انت ما بتعرفش ترقص، انت ما بتعرفش تبقى ميسي في الملعب، صعب، انت ما بتعرفش تعملها. اقتنع والله انت ما بتعرفش تعملها.
المدرب اللي استغل محمد صلاح صح هو كان كوبر، لما كان بيلعبه قدام وبيجريه وبيوديه وبيخليه قدام، هو ده اللي استغل صلاح صح. انما انت محمد صلاح والله انت مش صانع لعب. كولسه وظلم تحكيمي وبطوله فاشله وتنظيم فاشل، ودوله المفروض انها عربيه تقف مع المنتخبات العربيه كلها جمهورها بيشجع نيجيريا. ده احنا الجمهور المغربي كله بص اهو، بص اهو، عشان اي كلب هيجي يقول لي احنا كنا بنشجعكم ولا كنا واقفين معاكم هتوفوا في وشه وهدوسوا بالشبشب. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. احنا يا ابني فزنا بنفسنا، احنا خرجنا خروج مشرف في وسط دولة المفروض انها عربية والمفروض انها تقف معانا وتشجعنا، بتقف مع نيجيريا والسنغال وغيرها على العروبة. مباراة أنا أتمنى إن هي تتلغي من قاموس كأس الأمم الأفريقية. مباراة ولا ليها أي معنى ولا ليها أي طعم ولا ليها أي ريحة ولا ليها أي تأثير في أي حاجة. رفيق وكريم وأنا لعبنا كأس أفريقية كتير وعارف المكانة اللي أنا بقول لك فيها دي. أنت أما توصل للسيمي فاينال وتخسر أنت بتبقى عايز تروح بلدك أو تروح لناديك والأمور انتهت بالنسبة لك. فمباراة ملهاش أي طعم ولا ليها أي معنى ولا ليها اي اهميه في اي حاجه. بغض النظر ايه، اركن لي امها دلوقتي على جنب واركن لي الخساره كلها على جنب. ومع احترامي يعني لما واحد يكون بيلعب في ليفربول والتاني بيلعب لي في السيتي والاتنين يخشوا يشوط ضربات جزاء ورا بعض يضيعوها، وبعدين يعني ازاي؟ يعني مع احترامي انا لما اكون بلعب مع الاثنين دول واشوفهم داخلين وضيعوا ضربتين جزاء، الاثنين ضيعوا، واحد في ليفربول وواحد في الدوري الانجليزي، اكيد انا اللي بلعب في الدوري المحلي في الدوري المصري مش هنسجل. لكن بالعكس المحليين هم اللي يسجلوا في ضربات الجزاء، اللي بيلعبوا في المحلي هم اللي يسجلوا في ضربات الجزاء، والاثنين بيلعبوا في الدوري الانجليزي فاقوى فرقتين في الدوري الانجليزي ضيعوا الكوره. يعني انا عايز اعرف يعني راي المثل جبتك يا عبد المعين تعني لقيتك انت اللي عايز تتعان، والله العظيم انت اللي عايز تتعان. كابتن محمد صلاح كفايه دوليا والله العظيم، انت على راسي وافشخ لعيب مصري شفته بيلعب بره في اوروبا وعملت مسيره تاريخيه، بس كفايه دوليا انت غريب دوليا، انت بتقلب فاهم يعني شبيه محمد صلاح دوليا. كفايه دوليا ارجوك، كفايه دوليا. كابتن تريزيجيه ارجوك برضو كفايه دوليا لو سمحت، كفايه دوليا. محتاجين نشوف لعيبه جديده، لعيبه شابه تانية نسقطها تلعب معانا عشان كفايه. قسما بالله العظيم انت اتظلمت، للاسف انت اتظلمت ان انت ما لعبتش البطوله دي. وشوبير كان المفروض يلعب البطوله دي. شوبير النهارده يعني لو كانت له ضربات الجزاء دي يعني هو انقذنا الصد اول واحده، عمل اللي عليه، لكن لا، محمد صلاح ومرموش انت هتعمل فيها، لا انت اللي هتصعدنا، لا خد يلا ضيع. الحمد لله يا جدعان جات لنا فرصه ان احنا ناخد برونزيه ونفهم ونكسب نيجيريا. كنا ممكن نكسب نيجيريا عادي جدا بعد ما طلعنا من السنغال اللي هو المفروض اوحش منهم، بس برضه ضيعنا على نفسنا فرصه ومركز رابع. للاسف خسرنا تاني في نفس الاسبوع، حاجه جميله، مركز رابع حاجه جميله. خسرنا. طب ما انا ممكن اقول لكم على حل حلو يا رجاله، بكلمكم بجد والله، حل ينجزنا من القصه دي كلها. اصل المحترفين بيعملوا لنا ايه؟ مش احنا فريق محلي؟ ما نروح كاس العالم بالفريق المحلي وننجز. يعني انا مش شايف المحترفين فارقين في اي حاجه، مش بس عشان هم ضيعوا هم الاثنين، هم النهارده ما كانوش موجودين تقريبا. مش حابب اقعد اتكلم واقول لك النهارده ما كناش بنلعب بمزاج واللعيبه ما كانش ليها نفس تلعب. طب ما خلاص يا رجاله، ما ترجعوا لانديتكم الاوروبيه وتنجزونا من بدري، طالما الماتش مش جاي على هواكم يعني ننجز. بس حقيقه انا مش جاي انتقد ولا صلاح ولا مرموش عشان هم ضيعوا، لان هم كده كده وهم كويسين مش فارقه كتير. انا اتفرجت على الشوط الاول كامل والصراحه ما كانش فيه خلق ان انا اتفرج على الشوط الثاني، فاتفرجت على ضربات الجزاء. اركن بقى الماتش على جنب خالص، الراجل ده لازم تقول له شكرا. من البطوله خلصت وخلاص احنا المركز الرابع منتخب مصر الرسميه. عايز تشكر عمر مرموش على كام ماتش كانوا فعلا مؤثرين بالنسبه له. عايز تشكر ياسر ابراهيم عن البطوله كلها عامه، فتوح اللي ما قصرش ولا بخل بنقطه عرق، ولكن لازم تشكر الراجل ده لان هو كان احسن واحد في منتخب مصر. ما اعتقدش نتيجه زي دي فارقه معاك في حاجه، لان ثالث من رابع ما افتكرش هتفرق مع اي حد من مصر كلها. يعني لا عنب باليمن ولا بلح الشاط. قلنا لكم افضل منتخب عربي افريقي مغرب التاريخ 4. مرموش ما سجل بلنتي وثلاث ترجيح ولا صلاح، ويبون البطوله الافريقيه. ايوه البطوله عطوها المغرب وتعالوا مثل اخوياكم. البطوله شرتها المغرب. حبيبي امس علينا نيجيريا، مو قادر تفوز على نيجيريا. انا مصر مرشح، بطولاتك كانت معيسه حياته، بعدها ما عاد تشوفها طول عمرك. فكر كيف تحقق اول فوز في المونديال، ولا عشان تتاهل اول مره.
انا ما ادري كم ترتيب معطينا 34 عليك يا جماعه. دوري فاشل. 34 على العالم عليش عشان البطولات اخذها قبل 20 سنه. مش معقول يا جماعه. يعني لا بطوله عربيه ولا افريقيه، ابو موسم صفري. منتخب مصر يحصل على المركز الرائع في افريقيا. سوري، قصدي الرابع في افريقيا. حصلنا على المركز الرابع في افريقيا. مش عارف المحترفين والمنتاليتي والحاجات الحلوه دي ما اشتغلتش ليه في ضربات الجزاء؟ عشان انا اعتبرني عبيط يا عم. انت الاكثر خبره ولا اكثر هدوءا ولا اكثر رزانه يا عم محمد صلاح، انت ومرموش. العقل بيقول كده. هم المحترف مضيع ضربات الجزاء، والمحلي يسجل ضربات الجزاء. والله الراجل ده جاب اخره في ضربات الجزاء. يعني حتى كان بيحاول يتبارد شويه على لعيبه نيجيريا، ولكن انت بتعمل ايه شوبير برضه؟ ما هم يعني لوكمان والناس دي وايوبي طب بترازي في مين يا عم؟ الناس دي انت هم اللي هيرازوك. والله صديت واحده ومشيت، بس ده مش منتخب، ده مش هينفع. اقوله ان المركز الرابع في افريقيا يوازي الوصيف في كاس العالم. عادي جدا، عادي. احنا مستنيين منتخبنا في كاس العالم عادي جدا، ولا اي حاجه. حارس محلي صد ضربة جزاء، لعيب محلي جاب ضربة جزاء، لعيب محلي تاني بيشوط ضربة جزاء وبيجيبها جول. طيب اللي كان متأكد وواثق وجواه إحساس بنسبة 100%، لا 101%، إن محمد صلاح هيضيع الضربة الأولى، أو من غير ليزرات ومن غير حاجة، هو يا دراويش صلاح مفيش ليزر ولا في أي حاجة في الملعب، بس هو ده محمد صلاح. لما هتحتاجه في ماتش كبير مش هتلاقيه، مش هتلاقيه. اللي كان متاكد ان محمد صلاح هيضيع ضربه الجزاء، مش محمد صلاح بس، محمد صلاح وعمر مرموش، اللي كان متاكد ان الاثنين دول هيضيعوا يرفع ايده في الكومنتات. منتخب مصر خسر يا جدعان قدام نيجيريا، انتوا مش هتدونا حتى ميداليه بلاستيك. بس بلاش، كفايه هجوم على محمد صلاح. ياما فرحنا كتير وياما حقق اهداف كتير. كل الدعم لمحمد صلاح ولمنتخبنا، وان شاء الله ربنا يستر في كاس العالم. مش عارف اقول لك ايه.